غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ورفع يده إلى السماء وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. لما علم أبو لهب هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على ابنه عتيبة من إجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأهل مكة جميعا يعلمون صدق رسول الله ومقامه عند الله عز وجل، فخاف أن يستجيب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه موقن أنه لا محالة واقع بابنه عتيبة. خرج ابنه عتيبة في سفر إلى الشام لتجارته، وكان معه 15 رجلا من قريش، فقرروا أن يستريحوا في واد يسمى وادي القاصرة، فاستراحوا هناك بمكان بجوار بيت راهب، وكان هذا الراهب نصرانيا. فلما رأى القرشيين